السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وبما انكم ابطال وبما اني برضه اتاخرت عليكم، قررت اجيب لكم جوهره الموسم، وهو ملخص فيلم فانتاستيك الاربعه الخارقين لحماة كوكب الارض من جيلاكوس. هتقولي مين جيلاكوس؟ هقول لك شاهد معانا عزيم الشاهد في اول دقيقتين بس وهتفهم كل حاجه، وبعد كده اوعدك انك هتتحمس ليفن الماكس. ليفن الماكس دي شويه، وعشان ما اطولش عليه خلينا نبدا الفيلم. ولكن قبل ما نبدا وصلونا الفيديو ده ل 50 لايك وحطوا لنا رايكم في التعليقات، ويلا بينا. بيبدا الفيلم بواحد اسمه ريد وحبيبته اسمها لاري، وهي بتوري له الفحص الطبي، وبنعرف كده ان هي حامل، وبيبقى مستغرب لانهم بقالهم سنتين بيحاولوا ولكن ما فيش اي نتيجه لانهم ابطال خارقين. نروح بقى عند المؤسسه بتاعت الابطال الخارقين، وهي كانت بتتكلم عنهم. بيقول المذيع احنا بقالنا 4 شهور مؤسسين المؤسسه ديت، والحمد لله بفضلها ما فيش اي كوارث بتحصل في كوكب الارض. وعشان تفهموا اصلا هم ازاي جم، تعال نرجع بالزمن 4 سنين. بنعرف ان كان في 4 طالعين بعثه استكشافيه، واحد اسمه ريد وحبيبته اسمها لاري، والتاني مثلا جون اخو لاري. اما حبيبنا بين ده فهم برضو صاحبهم وقريبهم وكده. بيكونوا هم الاربعه طالعين بعثه استكشافيه، ولكن حصلت حاجه غريبه غيرت من جيناتهم الاربعه. يعني كان في مركب هيغرق، بين ده قدرته اللي هي الخارقه اللي شالت كل حاجه بينقذه. كان في نار مولعه في كل مكان، فبيروح عمنا جون وبيطفيها بما انه عنده قدره النار. نروح لحبيبتنا لاري، وكان فيها كره هتقع على 2 ولكن هي بتنقذهم لانها عندها قدره الاختفاء وكمان الجاذبيه. نروح بقى لاخر واحد وهو ريد، وبيكون عنده قدره التمدد، وبيكون بيقاتل وحش كده عامل زي القرد، والحمد لله بينجح ان هو يخلص عليه. اول الاربعه بيجتمعوا على وحش كده نازل ما يعرفوش منين في الارض، وبيكونوا خلصوا، والناس بتفضل تشكرهم لانهم بياخدوهم قدوه ليهم وبيكونوا فرحانين بيهم على خير. نرجع بقى للحاضر، هو بيقول بكده بقى هي دي قصه الابطال الاربعه لحماة كوكب الارض. ومن النهارده رايح هيبقوا الاربعه اسمهم فرقه الفانتاستيك، وكله بيكون بيشجع وفرحان. نرجع بقى للفرقه في المقر بتاعهم، بيكون 2 قاعدين ومستنيين عمنا ريد وحبيبته لاري ان هم يوصلوا. واول ما بيوصلوا بتكون لاري كده متوتره شويه، فبيستغرب بين وبيبص لها كده بابتسامه وبيقول لها يبقى انت حامل؟ بتقول له ايوه انا حامل، وبيبقى كله فرحان وبتعم الفرحه في المكان. بيروح عمنا ريد للمخبأ بتاعه عشان يعمل شويه اجهزه كده ان هو يعيد الكشف، لانه بيبقى خايف لابنه يطلع في اي حاجه كده ولا كده. وبيكون الخبر انتشر في كل مكان، ولكن الحاجه الوحيده اللي بتشغلهم اهالي ابنهم ده هيطلع بقوه خارقه ولا هيطلع عادي. نرجع بقى لعمنا ريد، وهو كان شغال على تجربه، فبيخش عليه جون. بيقول له جون عملت لي البدله الخارقه اللي قلنا عليها؟ بيقول له لا ما عملتهاش لما اني ما كنتش فاضي زي ما انت شايف. وبيجرب يعمل كده التجربه، ولكن النور بيفصل في كل مكان بسبب ان هي بتستهلك طاقه كبيره. فبيولع نفسه هو جون، وهو بيقول له ماشي وبيسيبه ويمشي. وبيطلع جون وهو بيقول له بين مالك يا عم، مالك في حاجه غريبه كده مضايقك ولا لا؟ بيقول له لا ما فيش اي حاجه. بتجيله حبيبته لاري وبتقول له ايه الاخبار؟ بيقول لها كله تمام، وعملت لي كمان جهاز عشان نفحصه. بيكون بيفحص عليها، ولكن هي بتقول له انت ليه؟ ما قال لا انا بقدرتها هوريك الجنين شكله عامل ازاي. وفعلا بتبدا تفعل قوتها، وهو بيبص بيبقى فرحان وبيشكرها على كل حاجه. وبيطلعوا هم الاربعه لبره كده، وبيبقوا مستغربين ان الشرطه بتجري في كل مكان. وبيقول لهم ريد ان في 47 عصابه في المناطق اللي حوالين دولت، وهم زادوا عايزين بقى نحموهم ونمسكهم. بيقول له يا عم خلاص ماشي. ولكن فجاه وهما بيتكلموا كده بتحصل حاجه غريبه غير متوقعه. السما بتبدا تحمر وبينزل منها كائن غريب. اول ما بيشوف كده عمنا جون بياخد قوته الخارقه وبيطير ورا الكائن ده عشان يشوف، ولكن ما بيلحقوش بسبب ان هو سريع. وبرضه ياخدوا العربيه بتاعتهم الجميله وبيطيروا. بيوصلوا على المكان، بتبقى هكرت كل الشاشات وبتمسك المايك وبتتكلم في كل مكان، بتقول اسمعوا يا كوكب الارض، اسمعوا يا بشر يلي هنا، من النهارده ورايح فخلاص كوكب الارض ده بقى بتاع جيلوكوس، وجيلوكوس ملتهم الكواكب هيجي ياخدوا. بتقول الكلمتين دول بس وبتسيبهم وبتمشي. فبيلحقها عمنا الناري، ولكن في اخر لحظه هو بيمسكها وبتقول له كلمه غريبه كده هو ما بيفهمش معناها، وبتضربه وبيرجع تاني لكوكب الارض. بيجتمعوا الاربعه بقى مع بعض في المقر بتاعهم، وبيبقوا مش عارفين هيعملوا هل هيروحوا ولا يجوا. فبيدور رد كده في الابحاث ومش عارف ايه، بيلاقي ان فعلا كلامها صح، لان في 4 كواكب او 5 كمان متدمرين حواليهم، والظاهر كده ان الدور هو عليهم. فبيقرروا ان هم يطلعوا بعثه استكشافيه للفضاء عشان يشوفوا الدنيا فيها ايه. وبيروحوا يكلموا المؤسسه بتاعتهم، وبتقول لهم خلاص ماشي احنا هنجهز لكم في خلال 28 ساعه. فبيكون مستغرب بعمنا ريد لان في ترددات غريبه بتيجي من الفضاء، فعلا بيسجلها. وجون دايما بيبقى مشغول بالحاجات ديت، فبياخدها ويخش. فبيجي على ريد التاني وهو بيقول لجون ما تعرفش انا جهزت لك ال4 بدلينا هم، وليك كمان بدله مخصصه ليك لانها طبعا ضد الحراره، لانك انا عارف انت قوتك الحراره. بيشكره وبيقول له انا اسف على كل حاجه قلتها لك. نرجع بقى هم اللي رايحين للصاروخ اللي هيركبوه عشان يطلعوا يشوفوا الكائن ده ويروحوا للكوكب اللي عليه. وفعلا بيكون كله مستنيهم
وبيودعهم. وهم طبعا طيارين بقوة الضوء بيقابلوا حيطان في كل مكان، فعشان يتفادوا الحاجات ديت والثقب ما يسحبهمش لازم أن يكون الصاروخ بتاعهم مختفي، فبتستعمل قوتها لاري وبتخلي المكوك كله اصلا بقى يختفي وبيكون خلاص فاضل لهم شويه ويوصلوا على كوكب اللي بيعيش عليه جيليكوس. فعلا بيوصلوا هناك وبترحب بهم مين؟ الامراه الحديديه، بتقول لهم اهلا انتوا جيتوا بنفسكم لحد هنا، تعالوا جيليكوس عايز يقابلكم. فبيقوم جاي مفعل جون قوته الخارقه وبيروح يسالها بيقول لها هو انت كنت قلت لي انهي كلمه؟ انا عايز اعرف، لانه هو دايما مشغول بالكلمه اللي هي قالته لان مش فاهم معناها، فهي ما بترضاش ترد عليه. بيقول لها طب ايه اخر سؤال؟ فبيقول لها انت اللي بتختار الكواكب عشان جيليكوس يلتهمها؟ فبتقول له ايوه هو بس، وبيرجع عشان البدله فاضلها شويه لو فضل على كده هتتحرق بيه. بيرجع وبيروح عند جيليكوس، وهو اول ما جيليكوس بيشوفهم كده بتكون عينيه بتنور جامد وبيكون شكله عملاق ومخيف وبيظهر من مكانه وبيقول لهم اهلا يا اربعه الخارقين لحمة كوكب الارض. بيقول له انا عايز افهم منك حاجه، انت ليه عايز تلتهم الكوكب بتاعنا؟ بيقول لهم بصوا من الاخر كده انا هديكم حلين اتنين ما فيش غيرهم، عاجبكم ماشي مش عاجبكم خلاص. بيقولوا له قول الحلين. بيقول لهم اول حاجه ان انا التهم كوكب الارض وخلاص، وبقول لهم اما تاني حاجه ان انا اخد الجنين اللي في بطنك ده. هو بيعمل حاجه غريبه بتسرع من نزول الجنين وبتبقى بطنها بتوجعها بطريقه غريبه، لان خلاص كلها 10 ولا 20 دقيقه وهينزل الجنين. انه خطير ولكن هم ما بيرضوش وبيقرر ان هم يهاجموه وبيطلعوا يجروا من المكان، ولكن بتلحقهم الامراه الحديديه فبيقابلها جون وبيفضل يتقاتل معاهم، ولكن ما فيش اي فايده انهم قوتهم خارقه خالص، وبالذات الامراه ديت قوتها غير طبيعيه. بيفضلوا يهربوا هما الاثنين لحد ما بيوصلوا المكوك وبيركبوا وبيطيروا باقصى سرعه على طول، ولكن هي بتكون لحقهم فبيقرروا ان هم يعملوا سرعه الضوء، ولكن هي برضو بتكون وراهم. بيقرروا ان هم يخاطروا ويعدوا مكان الثقب عشان يسحبها ويخلصوا منها، وهم يستعملوا بقدره لاري يخفوا المكوك. بيقرروا ان هم يعملوا كده وفعلا الخطه بتنجح، ولكن بيكون في خطر كتير على رالي لانها ما بتقدرش تستحمل، ومن كتر الضغط والقوه اللي هي بتنتجها بتعمل ايه يا عزيزي المشاهد؟ ايوه الجنين بينزل وبيشيلوا بين وبيكونوا كلهم فرحانين ان هم اتخلصوا من الامراه الحديديه، ولكن هم عارفين ان في خطر جاي على كوكب الارض. اول ما بينزلوا هناك بيكونوا شايلين الابن والناس كلهم بيكونوا مستنيينهم. اول ما بيطلع كده ريد عشان يكلمهم قبل ما هم يخشوا ويقول لهم بصوا احنا رحنا لكوكب جيليكوس، ولكن هم هناك خيرنا اختيارين اصعب من بعض. اول واحد ان هو يلتهم كوكب الارض، اما تاني حاجه ان هو ياخد الطفل ويسيب كوكب الارض. جشع الناس بيبدا يطلع وكله معترض، بيقول لهم ليه ما اديتلهمش طفلكم عشان تحمونا؟ ما بيردش عليهم وبيرجعوا للمقر بتاعهم، وبتكون كده حبيبته لاري متألمة شويه، ولكن الحمد لله بتكون خفت، وهم بيقرروا ان هم يشوفوا حل الموضوع ده، ولكن ما فيش اي حل لان المظاهرات بتاعت الناس والخراب بدا يبقى في المدينه من كل مكان لانهم كلهم عايزين حل دلوقتي. وبتشاهد لاري التلفزيون هم قاعدين يشاهدوه وهو بالله ان هي قاعده تقول ادي ابنك ليه، ادي ابنك ليه، احنا مش هينفع كده، انا مش عارف ايه، ولكن هي بتضرب التلفزيون بتكسره وبتقرر تنزل تواجههم بالحقيقه عشان مش هينفع معاهم دول غير الكلام. وبتنزل لهم تحت وبتقول لهم اسمعوا يا بشر يلي في كل مكان، انا عارف ان كل امراه هتعرف شعور لما يكون ابنها معاه وعايزه تسيبه، وكل اب مش عايز يسيب ابنه، فانا برضو هنا مش عايز اسيب ابني، وفي نفس الوقت مش عايز اسيب كوكب الارض. الا لو خيروني ان انا اسيب كوكب الارض وادي لهم ابني انا مش هرضى، ولا يخيروني ان انا اسيب ابني وادي لهم كوكب الارض برضك مش هرضى. احنا هنقاتلهم سوا، احنا هنا يد واحده، فكلنا لازم نقاتل هذا المخلوق الغريب ونواجه مصيرنا مع بعض. فعلا الشعب بيتاثر والامهات بتتاثر وفعلا بيسقفوا لها وبيقرروا ان هم يواجهوه. وعمنا ريد بما انه عالم اصلا فبيلاقي حل لكوكب الارض، بيقرر ان هم ينقلوا كوكب الارض كله في مجال تاني او في مقر حتى او في مقرة تانية، ولكن عشان يعملوا كده لازم أن يفصلوا الكهرباء من كل المدينة. فعلا بيشتغلوا على الوضع ده وبيفصلوا الكهرباء من كل المدينة، اول مرة في التاريخ كلهم اجتمعوا عشان يمحموا كوكب الارض من الهلاك. وفعلا بعد عمل شاق وتعب كتير بيكون خلاص عارفين ان جلوكوس كلها يوم ولا يومين بكتير وهينزل على كوكب الارض، بيشغلوا المفاعل عشان يتنقلوا من المكان. وعمنا جون كان على اخره قاعد يحل في الكلام والحاجات اللي هي مش مفهومه، وفي الاخر وصل لنتيجة وبيقول لهم ان انا وصلت للحل والكلام بتاعهم. بيقول لهم تمام ماشي يلا بينا نجهز بقى عشان ننقل كوكب الارض. وفعلا بيبداوا يشغلوا ومنطقه ورا التانية بتبدا ان هي تنجح وكله بينجح وخلاص كانوا هيتنقل، ولكن هنا الصدمه واحده ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعه بيبدا يختفوا، وده طبعا
طبعا بسبب مين؟ اللي هي امرأة الحديدية، لانها قاعدة تفصل المجال من كل مكان، تدمر الاجهزة اللي هم حاطينها في كوكب الارض، وبكده يبقى خطتهم فشلت. بتسيب اخر واحد ولسه هتروح تدمره، ولكن عمنا جون كان مجهز خطة ذكية وبيشغل لها الترددات اللي هو حلها. وبنعرف بقى ان الترددات دي جاية من العالم بتاعها، وفي ترددات بيقولوا انقذوني انقذوني، وهي بتكون دمرت كتير في كوكب. اول ما بتسمع الحاجة ديت بتبقى بتتألم ومش عارفة تعمل ايه، فبقرر تسيبهم وبتقول له حاولوا انكم تعيشوا، وبتسيبهم وبتمشي. فهم بيقرروا ان هو ما يعملوا خطة بديلة، وان هم هيجيبوا جلوكوس لحد كوكب الارض. وهيعملوا ايه كمان؟ بما انها باقي مدينة واحدة، فهي دي المدينة اللي هيجي فيها جلوكوس، وعشان يجذبوه بس مش عارفين هيجذبوه هنا ازاي. فبيفضلوا يفكروا، فبتقترح لياري بقى على انها اقتراح صعب، ولكن بتقرر تعمل كده، يحط ابنهم بما انه هو عايز ابنه، لانه بيمتلك قوة جبارة تقدر ان هي تكفي الجوع اللي عنده مدى الحياة. ويقرروا ان هم يحطوهم اول ما ينزل كوكب الارض، واول ما يخش الدائرة ديت يشغلوا وينقلوا هم المكان تاني، او ينقلوه عند الشمس عشان يتخلصوا منه. فبيقرروا كلهم ان هم يعملوا كده، وفعلا جيلوكوز بيوصل كوكب الارض، وبيبدأ ان هو يتفحص المكان، هو بيعرف مكان الواد فين، وبيروح هناك. وقبل ما يدوس على العلامة ديت بيجي عمنا الناري، وبيقرر ان هو يعمل عينه عشان ما يشوفش اي حاجة. وفعلا جيلوكوز بيفضل واقف شوية من غير ما هو يبص، بياخدوا الابن وبيبدلوها بسلة فاضية، وهو قبل ما يدوس على الخط بيقول لهم خطة ذكية، مفكرين ان انا هقع في الحاجات التافهة ديت. وبيسيبهم عشان برضو يعمل مفاعل اللي هو يستكشف المكان، وبيروح على مكان الطفل. كله بيحاول ان هو يوقفه، لان لو خد الطفل يبقى دي نهاية كوكب الارض، بل نهاية العوالم كلها. بيحاولوا يوقفوه ولكن بدون اي فايدة. رجل النار بيحاول ان يعمله بناره، ولكن ده ما بيأثرش معاه النار ولا كلام. اما رجل الصخر فبيحاول ان هو يوقفه ويضربه باي عربية او اي نقل، ما فيش اي حاجة برضو بتأثر فيه. بيمسك عمنا بين الصخر، هو بيرميه الفضاء. فاول ما بيشوف كده جون بيروح عشان ينقذه بسرعة، ينطلق للطفل. واول ما بيوصل هناك بياخده وبيقول اخيرا اخيرا قوتك جبارة ما حدش يعرفها. بيكون خلاص هيلتهم، ولكن على اخر لحظة بتفعل لاري قوتها الجاذبية، وبتبقى ماسكاه من كل مكان، بيبقى مش قادر يتحرك. بتبقى عايز توقعه عند الدايرة، ولكن هو برضك مش راضي، لانه ماسك في العمارة اللي هي قدام. ولكن بيجي بينه وبيفضل يكسر في العواميد اللي تحت، وفعلا بيوقعه عند الحفرة، وبيشغل المفاعل، وبتبدأ الدوامة ان هي تسحبه. اما عمنا ريد فبياخد الطفل المكان بعيد، وبيفضلوا يعطلوه لحد ما الدوامة تبدأ تشتغل وتسحبه. وفعلا بتسحبه، ولكن هنا الصدمة بيطلع لهم تاني منها، لانها بتكون لسه ما خلصتش. بيحاول ان هو يطلع، وبيكون خلاص على وشك ان هو يطلع بالكامل، ولكن بيقرر جون ان هو يضحي بحياته كلها. وفعلا بيستعمل قوته الجبارة وبينطلق عشان يخلص عليه، ولكن بتزق الامرأة الحديدية وبتاخد جلوكوز وبتضحي بحياتها هي عشان تنقذهم، لانها عملت كتير حاجات في حياتها غلط. بعد ما بيخلصوا من جلوكوز بيروحوا لحبيبتنا لاري، والحمد لله بيجتمعوا هم الاربعة، بل العكس هم الخمسة عم السلام في كل حاجة. وبيقرروا ان هم يخلوا الخامس ده اللي هو بطل خارق، يعني هيبقوا كده ايه 5 فانتاستيك للابطال الخمسة، مش الابطال الاربعة. كنا هنا عايزين مشاهد وصلنا لنهاية فيلمنا. اتمنى يكون عجبك الفيلم، وتدعمنا كده بلايك واشتراك جميل عشان اللي جاي احسن يا زميل. وباذن الله ما نطولش عليكم اكتر من كده.